بيبدأ الفيلم بالكلب باك وصاحبه يبقى عمدة المدينة. الخدامة هنا بتكون واخدة باك لتمشية وتشتري شوية حاجات، بس بيعمل مشاكل كتير ويروح باك لبياع الجرايد وهو بيقول إن في ناس كتير رايحة على القطب الشمالي للبحث عن الذهب. وهنا بيكون في واحد واقف وماسك جورنال وبيشوف خبر إنهم عايزين كلاب وإنهم هيدفعوا مبلغ كويس جدا. وبيرجع باك لقصر العمدة وهو رايح دلوقتي يصحي ولاده، بس باك بيكون حجمه ضخم جدا والجري بتاعه بيعمل كوارث. وبيعدي على المطبخ وكل الطباخين بيخبوا الاكل منه علشان دي عزومه لناس مهمين في المدينه. وبيجي العمده ياخده يطلعه بره لانه قلقوا منهم وبيقول له خليك هادي وما تعملش مشاكل. وبيشوف باك ارنب بيجري في الجنينه وبيطلع يجري وراه بس بيستخبى منه وما بيعرفش يجيبه. وبيجي ميعاد الحفله بيكون العمده واقف مع الناس وبياخد معاهم صور تذكاريه. وباك فجاه كده بيعدي بدبوس فرخه وطبعا احنا عارفين هو عمل ايه. باك بيكون خلاص دمر السفره كلها اللي عليها الاكل وبيزعل صاحبه منه وبيعاقبه انه يفضل بره على طول وبيكون وحيد وزعلان. وبيجي واحد ويغري باك بحته لحمه ويدخله قفص ويحبسه ويقبض ثمنه. وبياخدوا باك بعيد عن المكان اللي اتربى فيه فبيشحنوه في قطر ويجي واحد يفتح الصندوق عليه وبيكون عايز يمسك الكلب ويربطه وبيكون ماسك له عصايه وبيربط باك، بس باك مش بيستسلم وبيقطع الحبل ويطلع يجري. بيكتشف انه على مركب ومشحون للقطب الشمالي لان في خرافه عن الذهب في القطب الشمالي. الناس كلها بيبقى عندها حب الثراء وبيكونوا عايزين الكلاب علشان تجر الزلاجات على الجليد. وبتكون البيئه مختلفه تماما على باك والأول مرة بيلمس التلج وبيكون خايف منه، بس فجأة بيعجبه منظر التلج وبيفك نفسه من الراجل ويطلع يجري. وبيجي هاريسون وهو ماشي بعد ما راهن البيت بتاعه علشان معهوش فلوس. وفي وسط الزحمة بيقابل الكلب باك ويسلم عليه ويمشي ويلاقي باك إن في حاجة وقعت من الراجل العجوز فبياخدها ويجري بسرعة عليه علشان يرجعها له. فبيشكره هاريسون جدا وبيجي الراجل يربطه من جديد وياخده. بيتباع باك لراجل زنجي اسمه بيرو وبيضم باك مع قطيع من كلاب تانية. بيكون بيرو شغال في توصيل البريد في القطب الشمالي. وهنا مراته بتقوله ان هي عايزه 2 مش 1 علشان يكونوا اسرع، بس بيقول لها انه كلب ضخم وهيكون ليه تاثير مع باقي القطيع. وبيلبس باك طوق وبيكون مش متعود عليه وبيشرح للقطيع بتاعه المسافه والطريق اللي هياخده. قائد القطيع بيكون الكلب ده كلب هاسكي واسمه سبيتر وبتبدا رحلتهم، بس باك لسه مش بيكون عارف مهمته وبينشغل مع ارنب وبيخلي العربيه تتقلب بيهم كلهم. ويروح بيرو الباك ويقوله انه لازم ينتبه علشان هم هيعدوا على مناطق خطيره. بعد شويه بيكونوا قطعوا مسافه كبيره وباك بيكون تعب من الجري لانه طول عمره كان كلب مدلل وبيقعدوا ياخدوا استراحه. بيكون باك مش عارف يتاقلم مع الجو الصعب ده وبيكون مش مبسوط خالص. وتاني يوم الصبح بيجري القائد سبيتر ووراه باك وبقيه القطيع وبيدخلوا على نهر جليدي. باك بيكون مش بيعرف يجري على تلج وبيتزحلق، ولما الليل يليل يقعدوا يستريحوا ويدي بيرو لكل واحد سمكه وبياخد سبيتر السمكه من كلب ضعيف. يروح باك يدي السمكه بتاعته للكلب ده وتبدا بقيه الكلاب تحبه. وتاني يوم الصبح بيطلع سبيتر وبيشوف باك انه جاهز ومستعد للانطلاق وبتكون الكلاب واخده استراحه للشرب. وسبيتر بيكون مسيطر ان مفيش حد يشرب معاه. يروح باك يفتح كذا فتحه وتيجي الكلاب تشرب معاه. ومع الوقت بدا باك يتاقلم مع تلج على السفر والجو الصعب ده وبقى عنده ثقه عاليه بالنفس وبقى فرد مهم جدا في القطيع. وهم في طريقهم بيعدوا على نهر متجمد وينزلوا يشوفوا ايه الطريق اللي ممكن ياخدوه. وفجاه بيتكسر التلج اللي تحت مرات بيرو وبتقع في الميه وتتشد مع طيار ويجي بسرعه باك وينزل في الميه وياخدها فوق ظهره ويطلع بيها. بيفرح بيرو قوي من باك وبيشكره على مساعدته. وبالليل بيشوف باك الارنب وبيطلع يجري وراه هو وباقي القطيع، بس لما بيمسكه بيسيبه تاني لانه بس بيلعب معاه. وبيظهر سبيتر ويمسك الارنب بانيابه ويفرض سيطرته على باك وبيهجم عليه ويحاول يعضه. وباك بيكون مش عايز القتال بس بيشده وبيرميه من فوق التلج ويقوم باك ويهجم على سبيتر ويضربه وبيعلن انه قائد القطيع. وسبيتر بينسحب وبيطلع يمشي بعد ما اتهزم. وتاني يوم بيرو مش بيلاقي سبيتر قائد القطيع ويظهر باك انه متحمس وبيكون قائد القطيع الجديد، بس بيرو بيقول له يرجع وراه لانه اقدم منه. بس الكلب بيرفض ومش بيكون قدام بيرو حل غير ان باك يبقى قائد القطيع. بتكون انطلاقه باك سريعه جدا وبيكون بيرو مبسوط جدا ومتحمس بيه. ومره واحده بيحصل انهيار جليدي وبيرو بيوجه باك ناحيه الشمال، بس باك بيلاحظ ان في كمان انهيار جليدي وبيشوف ذئب اسود والكهف بتاعه فبيغير اتجاهه وبيجري بسرعه عاليه جدا قبل ما يكونوا ضحيه الانهيار الجليدي ده. وبيوصل باك بيهم للمدينه عند مكتب البريد وبيستلم كل واحد الجواب بتاعه. ونروح لهاريسون من تاني وهو بيكتب جواب لابنه علشان عيد ميلاده. بيكتب له يقول له انه هيكون موجود اول ما يكون معاه فلوس وساعتها هيشتري له كل اللعب اللي بيحبها. وبيشوف باك الذئب الاسود اللي ساعده في تغيير اتجاهه وانقذه وبيسيبه يمشي وبيشكره باك بالعواء بتاع الذئاب. وتاني يوم الصبح بيصحى هاريسون ومعاه الجواب
بس بيكون متأخر على توصيله لمكتب البريد، ويطلع يجري بس بيكون بيرو خد الجوابات وبينطلق، ويشوف باك هاريسون وهو جاي ويقف يقول لهم انه متأسف على التأخير وان الجواب ده رايح لابنه علشان عيد ميلاده. بياخدوا باك منه وبيديه لبيرو وبيبدأوا رحلتهم في الرجوع، وبيرجعوا بسرعة في خلال يومين، وبيكون الفضل لباك بفضل شجاعته وسرعته. وبتيجي رسالة لبيرو نفسه انه لازم يسيب الوظيفة بتاعته ويبيع الكلاب كلها علشان في وظيفة تانية في انتظاره، ويروح بيرو يودع باك بان دي اخر مرة هيشوفوا فيها، وبيكونوا زعلانين جدا لانه هيسيبهم. وتاني يوم بيجي واحد بيدور على كلاب قوية يقدر يجروا العربية ويساعدوه انه يلاقي الذهب اللي بيقولوا عليه، وبياخد باك وباقي القطيع وبيدخل عليهم فصل الصيف، وبيكون تلج ساح، وبيكون رابطهم في العربية والتحرك بيكون صعب، ويجي واحد يديله كرباج ويقوله ده اللي هيحرك الكلاب، بس هاريسون بيشوفه وبيمنعه انه يتعامل مع الكلاب بالكرباج، وبيعرف انهم طالعين رحلة علشان يدوروا على الذهب، بس التحرك بيكون صعب على باقي القطيع وعلى الكلب باك كمان، وبيبدأ الراجل يحركهم بالضرب بالكرباج، ويتعب باك ويقع على الارض، وبيطلع الراجل المسدس وبيقول له انت عديم الفايدة، وبيكون عايز يضربه بالنار. بيجي هاريسون بسرعة ويقول له انه هياخد الكلب ويكمل رحلته بباقي القطيع، وبياخد باك مع البيت، ويصحى باك بعد يومين من التعب ويلاقي هاريسون فك كل الحبال والطوق اللي كان على رقبته، ويروح هاريسون يشرب كاس ويدخل عليه الراجل ويمسك هاريسون علشان يضربه. باك بيجي بسرعة وبيدافع عنه، بيجي اتنين بيحطوا الحبل على باك بس بيشدهم، وبيكون عايز يهجم على الراجل تاني، وبيشوف صاحب الحانة ان الراجل شايل مسدس وبيمسكوه يطردوه بره المحل علشان ممنوع استخدام الأسلحة، ويقعد هاريسون مع باك ويحكي له عن ابنه، وباك بيتأثر جدا بكلام هاريسون. تاني يوم الصبح هاريسون بيجيب خريطة وبيقرر انه لازم يلاقي الدهب ولازم يكون معاه فلوس علشان ابنه، وبيحدد مكان على الخريطة خارج توقعات كل الناس اللي بتدور على الدهب. بيحضر هاريسون مركب وبيركب باك فيه، وبيبدأوا رحلتهم على النهر، وبيجي الليل عليهم وبياخدوا استراحة. قبل ما يناموا بيعزف هاريسون مزمار صغير، وبيكتشف ان باك هو صديقه المفضل، ويدخل الراجل على كوخ هاريسون ويلاقي الخريطة اللي ماشي عليها علشان الكنز، وفي وسط الغابة على ضفاف النهر بيلاقي هاريسون وباك كوخ مهجور صغير وينضفوه ويباتوا فيه اول ليلة. والصبح هاريسون وهو بيعوم بالصدفة بيلاقي قطعة صغيرة من الذهب، وبيكون مش مصدق نفسه. بيدور باك معاه على الذهب، وبيكون فاكر ان هاريسون بيدور على القطعة الصغيرة، وبيشوف باك ذئبة بيضة وهاريسون بيقول له يروح لو عايز، وبيجري باك ورا الذئبة ويتعرفوا على بعض. بس مرة واحدة الذئبة بتجري بعيد عن باك، ويرجع باك يقضي الليل مع صاحبه وهو بيعزف بالمزمار. لما هاريسون بيصحى الصبح مش بيلاقي باك موجود، بيكون باك متابع الذئبة هي والقطيع بتاعها، وهم بيصطادوا خنزير صغير. واحد منهم بيقع في النهر وياخدوا طيارة على شلال، ويجري باك علشان يلحقه، ويمسك الذئب في شجرة ويسحب باك الشجرة على ظهره لغاية ما يطلع الذئب، وبيتجمعوا حوالين باك كأنه خلاص فرد من القطيع، وبقى بيصطاد معاهم. وبيرجع كل مرة لهاريسون بحاجة مختلفة هو اصطادها. بالليل بيروح يقعد مع صاحبه زي العادة، وبيقول له ان العالم مكان خطير وما يحاولش يكتشف كل حاجة حواليه علشان ما يعرفش ايه اللي ممكن يكون مستنيه، وبيدلق ازازة الويسكي ويقرب باك عليه ويطبطب عليه هاريسون. وتاني يوم الصبح بتيجي الذئبة البيضاء، وهاريسون بيقول لباك ان دي اراضيها والقطيع بتاعها في التلال، وبيقول له انه يروح بس ياخد باله. هاريسون بقى يراقب باك وعرف ان الذئبة دخلته في وسط القطيع بتاعها وان خلاص مفيش خطر عليه، وبيرجع هاريسون يرمي شوية دهب في النهر، وبيقول انا مش محتاج الكمية دي كلها، كفاية امن نفسي واشتري لابني الحاجات اللي هو عايزها. بيبدأ ينهي رحلته وبيقول له انه يروح لو عايز بس يجي بكرة علشان يودعه قبل ما يمشي. بالليل هاريسون بيحس ان في خطوات حد بره، وبيطلع يشوف مين، ومرة واحدة طلقة بتتضرب على لمبة الجاز وتقوم حريقة في الكوخ، وبيطلع الراجل اللي بيدور على الذهب، بيكون ماسك هاريسون تحت تهديد السلاح، وبيقول له انه عايز الذهب، ويطلع له هاريسون الذهب من جيبه، وبيقول له انه في كل مكان. بس الراجل ده بيقرر يقتله، بس فجأة بيجي باك من فوقيه ويوقع منه البندقية وياخده ويدخل بيه في النار بتاعة الكوخ، ويروح باك لهاريسون علشان يطمن عليه. هاريسون بيكون واقع على الارض وواخد طلقة، وبيجيب له صورة ابنه وبيقعد معاه، بس بيكون فات الاوان وبيموت هاريسون، وبيكمل باك حياته مع الذئبة، وبيخلف منها جراوي صغيرة، وبيسيطر على المنطقة وبيخلي الذئب ده يخاف ويجري منه، وبيبقى هو قائد قطيع الذئاب. كده يكون خلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك واشتراك وتفعل الجرس.